السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد على قناتي وقناتكم نخوة كوزين. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. رمضان مبارك على الجميع، يدخل عليكم بالصحيحة باش ما تمنوا ان شاء الله. كيف ما تشوفوا معايا اليوم حضرت هذا زعلوك 5 دقائق. غادي نقول لكم الطريقة تاعته في ساعة تيطيب. وهنايا عندي زعلوك اللي فيت اللي حضرته معاكم، وهنايا قتبان تاع لدان او بيبي. ندوزو للزعلوك. بالنسبه للزعلوك كيف ما قلت لكم الزعلوك العجيب اللي في ساعه يطيب، يمكنك تحضريه في نقولوا 10 دقائق. بالنسبه لخديت هنايا خديت الدنجال وحكيته كيف ما تشوفوا معايا. عفوا، حكيته في هذه الجهه الغليظه، حكيته في المقلاة مباشرة، وضعت فيه غير الملحة وشعلت عليه العافية ناقصة، وغطيته بالغطاء. غطيت المقلة بالغطاء وخليته حتى طلق العرق تاعو بلا ما نضيفو الماء. ومن بعد ضفت العطرية، الملح، البزار، الكمون، التحميرة، سكينجبير والخرقوم. الملحة ضفتها في الاول، وضفت المطيشه وصافي. تتخليه مره تتحركي في ساعه يطيب وتيجي لذيذ. اما بالنسبه للزعلوك تاع خيزو فايت اللي حضرته معكم، وندوزو للقتبان تاع الديك رومي او بيبي مشويين اللي غنشويهم ان شاء الله. انا باقي ما شويتهمش، اللي غنشويهم ان شاء الله في الفران باش يجيوكم مفتيين ورطبين. غنقول لكم على واحد الاضافه تضيفوها في الاخر. وبالنسبه للبيبي او الديك الرومي، خديت الصدر وقطعته قطع مكعبات متوسطه، وحكيت بصله صغيره، قزبور ومعدنوس. وبالنسبه للتوابل او العطريه وضعت الملحه، خرقوم، سكينجبير، طحميره والابزار، وملعقه كبيره تاع لاموطارد اللي تعطيه واحد البنه اكثر من رائعه. وخلطت الكل جيدا وتتخليه في الشرموله تاعو ساعه ساعتين، المده اللي بغيتي. بالنسبه لي انا خليته ليله كامله. وتتقربي الطيبيه وتضيفي ليه كيف ما تشوفوا معايا تيلمع. ضفت له الزيت انني غادي نشويه في الفران. وهاد الاضافه اللي تنضيف ليه تاع الزيت تتخليه يجي رطاب وفتي. نتمنى هاد الشهيوات اللي حضرت حتى الاخر، وقلت لي ما نشاركهمش معكم واخا حضرتهم حضرتهم بلا بدون تصوير. بالنسبه للزعلوك وشرموله تاع خيزو وقطبان تاع لادانت، كنتمنى تجربوهم بطريقتي، غادي ينالوا الاعجاب نتاعكم.